بعد أن كان مقررا عقده الأحد في المغرب، أجل الحوار الوطني الليبي إلى الخميس، لكن البرلمان الليبي سارع إلى تعليق المشاركة في الجلسة المقبلة على خلفية الهجمات التي استهدفت مدينة القبة. للحديث عن كل هذه التطورات أرحب بك ضيفي عبد المجيد غيث سيف النصر، القنصل العام لليبيا في الدار البيضاء، وأهلا بك ضيفا على العالم اليوم. أهلا وسهلا بك وبإذاعتكم المحترمة. إذن لماذا تم اختيار المغرب لاحتضان جولة جديدة من الحوار الوطني الليبي بعد أن عقدت الأولى في جنيف قبل أن تنتقل إلى غدامس؟ أولا، المغرب دولة شقيقة، دولة عزيزة لكل الليبيين. لو كانت ليبيا آمنة لكان الحوار الحقيقة يكون في ليبيا، وحوار ليبي، ومدام الحوار خارج ليبيا فلتكن دولة جارة صديقة ودولة محايدة لجميع الليبيين. كل الليبيين يثقوا في دولة المغرب لأنها موقفها موقف محايد مع الجميع، تريد الخير إلى ليبيا، تريد أن يلتم شمل الليبيين، تريد أن يكونوا الليبيين إخوة متخاوين في ظل سيادة القانون، وأن يعم الأمن والأمان في دولة ليبيا. الجولة كان من المرتقب أن تعقد يوم الأحد، لكنها أجلت إلى الخميس، ويبدو أنها لن تعقد يوم الخميس لأن المجلس النواب الليبي المعترف به دوليا قرر تعليق المشاركة. لم يعطي تفاصيل إضافية. لماذا تم تعليق مشاركة مجلس النواب الليبي؟ وهل لذلك علاقة بمكان انعقاد الجلسة؟ لا أختي العزيز، ليس المكان له علاقة بالتعليق. المكان محبب للجميع، الجميع لديه الرغبة في الحضور لدولة المغرب للمشاركة في هذا الحوار. التعليق جاء نتيجة لأحداث حدثت وقتية زي تفجيرات القبة. هذه الأحداث التي جعل من مجلس النواب يعلن الحداد خلال هذه الفترة. طبعا هناك التعليق أفضل من المقاطعة. أنا نرى ما دام هناك تعليق هناك أمل في الحوار، من الليبيين لازم يكون لديهم أمل في هذا الحوار لإنهاء هذه المشكلة. طبعا العدو الذي قام بهذه التفجيرات هو الإرهاب، هذا الإرهاب يريد أن يقطع هذا الحوار بين الطرفين، فإن شاء الله سيكون الحوار عن قريب العاجل، لم يكن الخميس سيكون في موعد لاحق بعون الله. لكن هناك معلومات تفيد بأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كان يعتزم تشكيل حكومة وفاق وطني من تيار الإسلام السياسي والإخوان في جلسة الحوار في المغرب الخميس المقبل، يعني كسياسة أمر واقع. لذلك لأن هذه الحوارات لا نطلع عليها ولا أقدر أن أجزم أن هناك تشكيل أم ليس. وهل تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة وفاق وطني، سيحل المشكلة في ليبيا، سيحل أزمة ليبيا؟ طبعا إذا كانت حكومة وطنية ذات اتفاق من الجميع، من جميع الأطراف الليبية دون أي اتجاه، دون أي أجندة خارجية، ستحل المشكلة بعون. وهل أيضا التدخل العسكري يعني كما تطالب بذلك مصر سيحل هذه المشكلة، يعني خاصة مشكلة داعش؟ من وجهة نظري الشخصي التدخل العسكري سيزيد تعقيد للمشكلة. الليبيين يجب أن يجلسوا مع بعضهم، يتحاوروا، يتناقشوا، يتفاهموا، لأن ليس هناك خلاف إن شاء الله بعون الله. لكن يجب إشراك جميع الأطراف في هذا الحوار يعني حتى يتم ضمان النجاح. كل من يعترف بليبيا وبدولة ليبيا وبسيادة ليبيا دون أي أجندات خارجية، دون أي تطرف، دون أي دعم للإرهاب، فهو مدعو للحوار والنقاش والجلوس على طاولة واحدة. نعلم أيضا أنه في ظل استمرار العنف والتقسيم في ليبيا هناك تنظيم داعش الذي بدأ يفرض نفسه بقوة في هذا البلد. ما مستقبل ليبيا في ظل ما نشهده حاليا؟ ليبيا ان توحدت الأطراف ووقفت معنا كل الدول سنحارب بورة هذه الإرهاب اللي هي داعش، لأن هذا العدو وهذا الآفة ستعم المنطقة كلها إذا انتشرت في ليبيا. نعم، سؤال أخير، يعني ليبيا من الدول التي شهدت ثورة الربيع العربي، لماذا لم تستطع ليبيا تشكيل دولة إلى حد الآن؟ أختي العزيزة، ليبيا لم تكن دولة من 69. من 69 ليبيا انتهت كدولة من حكم القذافي. ليبيا انتهت فيها المؤسسات، انتهت فيها نظام الدولة. خلال هذه الفترة كانت في دولة همجية. أنت رأيت مصر وتونس التي فيها دولة مؤسسات، بعد ثورة الربيع العربي استمرت، لكن ليبيا كانت تحكم فيها عصابات وميليشيات القذافي
هي سبب هذه المشاكل. الليبيين الحمد لله ربي ساعدنا وتخلصنا من هذا الطاغوت. بعد الخلاص من هذا الطاغوت الليبيين وجدوا نفسهم فجأة بدون دولة بدون مؤسسات، ولكن إن شاء الله بعون الله بفضل الجميع وبتعاون الجميع سيتم التجاوز من هذه المحنة وتكون ليبيا دولة آمنة، دولة مستقرة موحدة بعون الله. عبد المجيد غيث سيف النصر، القنصل العام لدولة ليبيا في الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك.